السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ان شاء الله النهارده فيديو جديد. هنعمل مع بعض النهارده كيكه شوكولاته من غير شوكولاته، وكمان هنعملها ببيضايه واحده. ببيضه واحده بس هتقدري تعملي الصينيه اللي انت شايفاها دي صينيه مقاس 32. ما شاء الله الكيك طري جدا وحلو قوي وهش كده. ان شاء الله لما هتجربوها هتعجبكم. وكمان صوص الشوكولاته اللي احنا عاملينه قبل كده على القناه، فتعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. بس اتمنى لو انتوا جداد عندي في القناه اشتركوا فيها ويفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو ان شاء الله تتفرجوا عليه. تعالوا بقى نقول بسم الله ونشوف المقادير بتاعتنا. مقاديرنا سهله خالص وبسيطه وموجوده عندنا كده في كل بيت. اول حاجه عندي كوبايه ونص من الدقيق المنخول، وبعد كده عندي 3 معالق كبار من الكاكاو الخام، وكيس من البيكنج باودر او الكيك شيف، وعندي كوبايه من الحليب المغلي. بتدي هشاشه كده للكيكه وطراوه فظيعه، لما هتجربوها بجد هتعجبكم قوي. عندي كمان كوبايه الا ربع من الزيت، وكوبايه من السكر، وبضايه واحده، ومعلقه كبيره من الخل. تعالوا بقى نقول بسم الله ونبدأ. أول حاجة أنا هنخل الكاكاو والبيكنج باودر، وكمان عليهم رشة ملح على الدقيق اللي أنا برضو نخلاه في الأول. نخلينه علشان لو في أي حاجة، وعلشان كمان بيدي كده بيخلي الكيكة بتاعتنا هشة وحلوة قوي. تعالوا بقى نبدأ ونشوف هنعمل ايه. هجيب بقى بول عندي تكون كبيرة كده، وهبدأ بقى ان انا انزل فيها البيضايه. بس في الاول كده بقلب المكونات الجافة مع بعضها علشان تكون جاهزة معايا. في بولة بقى كبيرة هنزل دلوقتي البضاية. بعد كده هنزل عليها كوباية السكر، سكر حبيبات عادي، وكمان معلقة الخل الكبيرة. براجع معاكم المكونات. بعد كده كيسين من الفانيليا، لو عندك فانيليا سايلة يبقى هتحطي معلقة صغيرة مليانة. ودلوقتي بقى هجيب المضرب وهقلب البضايه، او هضرب البضايه مع السكر كويس قوي لحد ما لونهم يفتح معايا زي ما هتشوفوا دلوقتي. طبعا تقدري تعملي الكلام ده في الخلاط، وتقدري كمان بالمضرب الكهرباء، بس انا حبيت اعملها بالمضرب اليدوي علشان ده المتوفر في كل بيت. زي ما انتوا شايفين هفضل ان انا اضربهم مع بعض لحد ما لونهم يفتح معايا زي ما هتشوفي دلوقتي. هنا خلاص بصوا اللون فتح ازاي. دلوقتي بقى هضيف كوبايه الا ربع من الزيت. اهم حاجه ان الزيت بتاعنا يكون زيت ملوش اي ريحه علشان يطلع معانا نتيجه في الاخر كويسه. هقلبهم مع بعض، وبعد كده هنزل كوبايه الحليب. الحليب ده حليب مغلي، سبته يعني برد شويه. تمام يعني غليته سبته برد بس 3 4 دقايق كده، وبعد كده بدأت ان انا اشتغل بيه على طول. بعد ما قلبتهم مع بعض جبت بقى المواد الجافة، وهبدأ بقى انزلها كده وهقلبهم مع بعض. طبعا اول ما بدأت ان انا اشتغل في الكيكة عندي شغلت الفرن على درجة حرارة 180. بنشغل الفرن من تحت بس. كيكة الشوكولاتة مش بنحتاج ان احنا نشغل الفرن، يعني مش بنحتاج قصدي ان احنا نشغل الشواية. تمام كده. هنا بقى بنزل الجوانب عشان اتأكد كده ان كل المكونات عندي اختلطت كويس قوي. هنا خلاص نزلت الجوانب كلها برضو. هضربها كده ضربتين بالمضرب زي ما انتم شايفين، وبعد كده هجيب الصينية وهبدأ افضي فيها الخليط. الصينية بتاعتي انا مسحتها بس بالزيت زي ايه، زي كل مرة يعني. ما بحطش دقيق تحت ولا كاكاو ولا اي حاجة خالص. بس ونزلت الخليط. بصوا القوام بتاعه زي ما انتم شايفين كده، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي، اللي هو المظبوط. بصوا بقى هخبط الصينيه عندي خبطتين كده بس على الارض طبعا عشان ما تتكسرش، وبعد كده هدخلها الفرن. هتاخد معايا في الفرن من 35 ل 40 دقيقة بالظبط. دلوقتي بقى هنعمل صوص الشوكولاتة. عندي بقى هنا كوباية من السكر البودر، نص كوباية من الكاكاو، وكوباية الا شوية صغيرين من الزيت، وكوباية من الحليب. طبعا انتوا مش هتعملوا الكمية دي كلها، فممكن تعملوا نص الكمية دي، يعني نص كوباية من السكر البودر، ربع كوباية من الكاكاو الخام، ونص كوباية من الزيت، ونص كوباية من الحليب. تمام، وظرف فانيليا علشان يدينا ريحة حلوة. دلوقتي انا جبت الخلاط وهبدأ انزل فيه السكر، وبعد كده هنزل فيه الكاكاو، ومعاهم كمان الحليب، وهضربهم الاول كويس قوي. الزيت بننزله في الاخر شوية بشوية. انا كنت عاملة كمية كبيرة علشان استخدمتها في حاجة تانية، لكن انتوا تقدروا تعملوا نص الكمية وهتطلع معاكم كوباية كوباية صوص كبيرة يعني.
دلوقتي ضفت الفانيليا وبعد كده ضفت الحليب، وهبدأ بقى ان انا اضربهم بالخلاط كويس قوي لحد ما يختلطوا كده مع بعض. بعد كده هاخد بقى الزيت وهنزل شويه بشويه، هنا بوريكم اهو القوام لسه خفيف خالص. هاخد بقى الزيت ومن فتحه الخلاط من فوق كده هبدأ انزل شويه بشويه لحد ما اخلص الكوبايه كلها. هضربهم مع بعض 3 دقايق كده ولا حاجه، وهتلاقي القوام اختلف خالص وبقى بصي ما شاء الله صوص حلو جدا واقتصادي كمان. نستخدمه بقى في اي حاجه، يعني في تورتات، جاتوهات، في حشوات للمعجنات، حاجات كتير يعني. بصوا ما شاء الله حلو قوي وكمان تقيل يعني. عايزه اقول لكم ان احنا كمان لما بندخله التلاجة بيتقل معانا اكتر من كده كمان. بس كده خلاص الصوص بتاعنا بقى جاهز. هنستنى بقى الكيك بتاعنا بعد ما يخرج من الفرن علشان نشوف هنحط عليه ازاي. هنا الكيكه بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن وسبتها بردت معايا تماما، علشان لما انزل عليها صوص الشوكولاته اللي احنا جهزناه ما يبداش ان هو ينزل مني في الجناب. خدت بقى كوبايه منه كده اهي زي ما انتم شايفين، وهبدا انزلها بقى عليه. شايفين قوام الصوص الشوكولاته ما شاء الله تقيل ازاي، حلو قوي وموفر خالص زي ما انتم شايفين. هنا كانت الصينيه بتاعتي بردت تمام زي ما قلت لكم، خدت من 35 ل 40 دقيقه في الفرن، وما احتجتش طبعا ان انا اشغل الشوايه لان انا مش محتاجه ان هي تاخد معايا لون. بصوا بوريكم الكيكه كانت طريه جدا جدا يعني، ببضايه واحده بس كانت طريه وحلوه قوي. هنا بقى بعد ما فردتها وهقطعها معاكم على طول بقى عشان تشوفوا شكلها من جوه عامل ازاي. جبت بقى السكينه وفي كل مره هقطع فيها همسح السكينه علشان ما بوظش برضو ايه الشكل من فوق. طبعا لو عندكم اي حاجات بقى ممكن تزينوا بيها كده طبعا براحتكم. بصوا انا اسفه طبعا على ايديا وانا بقطع، ما كنتش واخده بالي خالص ان انا بسد الكاميرا كده وانا بقطع. بس هنا بقى خدت بالي بصوا ولفيت بقى الصينيه وبدات ان انا ايه اقطعها كده. طبعا قطعوها زي ما انتوا عايزين بقى، ممكن تعملوها كمان في صينيه اصغر لو حابين ان الخرطه بتاعتكم تكون اعلى من كده. طبعا اول خرطه دي وانا بطلعها ما ظبطتش، فقلت اطلع لكم واحده تانية علشان تشوفوها من جوه شكلها عامل ازاي. كيك طري جدا وصوص الشوكولاته عليه كان حلو قوي، وكمان لو سبناها دخلناها التلاجة وسبناها تسقع شويه طبعا بتكون احلى واحلى. دي كانت نهاية الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم. وطبعا لو الفيديو عجبكم ما تنسوش بقى تحطوا لايك وتشتركوا معايا في القناة عشان كل ما انزل فيديو ان شاء الله تتفرجوا عليه. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.